السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة اليوم. ان شاء الله غادي نديرو محبوبة الجماهير اللي هي البسطيلة ديال الحوت. كيف ما كتشوفوا الحوت اللي عندي كيلو ونص ديال الميرنة، عندي كيلو ديال الكالامار، كيلو الكروفيت وكيلو ديال الفرخ، وعندي هنا جوج رباطي لا ربطه ونص عفوا ديال القزبور والمعدنوس. عندي ربطه ديال المعدنوس ونص ربطه ديال القزبور. ضروري القزبور خصو يكون قل من المعدنوس شي شويه. بالنسبه للعطريه كيف ما شفتوا عندي ملحه، يبزار، خرقوم، شويه سكينجبير، فلفله حمراء، وعندي التوابل ديال السمك، وعندي داك الضامد البنه ديال السمك، وعندي لاصوص صوجا ضروري منها، وعندي الفيرميسيل انا ما حطاهاش هنايا مع القوام، ولكن غادي نوريها لكم من بعد. وعندي كيس ديال الزيت بلديه، وعندي حامضه مسيره مقطعه مزيان رقيقه بزاف، وعندي الثومه واحد المعلقه كبيره مطحونه، والا درناهم فصوص غادي يكونوا واحد 6 ديال الفصوص ديال الثوم. غادي نصاوبوا بها الشرموله. هنا انا كنجيب المقادير كامله وكنديرها مع القزبر والمعدنوس، يعني التوابل عفوا كامله، وكنديرها مع الربيع مع القزبر والمعدنوس، وكنزيد هنا واحد شويه ديال الصوجا. الصوجا نتوما اختياري، ممكن ديروا الخفيفه والثقيله، وممكن ديروا غير الخفيفه اللي كتمشي مع الحوت. انا درتهم هنا بجوج غير على حسب اللون، لانني انا هاد البسطيله ما مستهلكاش فيها الهريسه. الناس ما بغاوهاش بالهريسه حيت ما كياكلوش الهريسه، صافي وما درتش فيها الهريسه. داكشي علاش درت الصوجا الثقيله والخفيفه. الا غادي ديروا الهريسه ممكن انكم تفادوا الصوجا وحده فيهم وديروا غير وحده اللي كانت متوفره عندكم، بحال ثقيله بحال خفيفه. المهم انا درتهم بجوج كيف ما كنقول، غير حيت محتاجه اللون يكون شويه فاتح، ما تجينيش الشعريه بيضه. كندير داك الكويس ديال الزويته، وكنعاود نجمع شرموله مزيان، وغادي غادي نصايب الميرنه في الفران، وغادي نصوطي غير الفرخ والكروفيت. الكالامار غادي نسلقو، غادي نجيب نص سيطرو ديال الماء مع وريقه ديال الرند، شويه ديال المليحه، شويه ديال الابزار، وواحد شويه الزيت غير باش ما تفيضناش الطنجره. وغادي نديرو هذاك الكالامار يتسلق. راه كيجي خطير بهذه الطريقه ديال السليق، والله احسن من انكم تشحروه على 1000 درجه او تفوروه، كل واحد وكيفاش كيدير له. ولكن جربوا هذه القضيه ديال السليق. الا كنتو غادي ديروه في الكوكوت، من بعد ما كتصفر الكوكوت كتحسبوا 5 دقائق وكتحلوا عليه كتلقاوه طايب تبارك الله الزبده. انا ما درتوش هنايا في الكوكوت، المهم درت له ربع ساعه ما بين، لانه ماشي في كوكوت زعما غير في طنجره عاديه، فاستغرق مني ربع ساعه. وهذيك المويه ديالو راه فيها غادي نصايب الفيرميسيل، غادي تشوفوا معايا من بعد كيفاش غادي ندير ليها. جبت هنا واحد لاطاف، فرشت فيها الالومنيوم، فرشت فيها بابي كويسون، وغادي نفرش فيها هاد الميرنه بحال هكا. غادي نقاد فيها الميرنه مزيان بحال هكا، ومن بعد غادي نجيب هذيك الحامضه ما ذكرتهاش كنظن. غادي نجيب عندي واحد جوج حامضات هنا، لان الحامض دابا ناشف شويه. المهم كنجيب الحامض اللي يكفيني باش كنسقي هذيك الميرنه مزيان. خاصني بحال هكا بالشيته نسقيها مزيان. من بعد كيف ما كتشوفوا معايا من بعد كنكمل كاع الميرنه اللي عندي بسقوه ديال الحامض، وعاوتاني كندير لها الشرموله بحال هكا. كنغطي داك الميرنه ديالي بالشرموله، يعني هم يعني واخا تكثروا شرموله، ما داك الشرموله ما غاديش تضيع، لان الميرنه نقيه وما فيهاش تبارك الله الشوك. ولكن مع ذلك غادي نعاود نتاكد من انها ما فيهاش الشوك. غادي نقطعها طريفات بيدي، غنفرتتها بيدي باش نتاكد ان ما فيهاش الشوك. يعني داك الشرموله حتى هي كنديروها في وسط البسطيله ما كتضيعش، وإلا بغيتو ديروا غير شويه ما كاينش مشكل. المهم هو الحامض، كنأكد على الحامض. والشرموله حتى هي ضروري خاصها تكون، ولكن كيبقى لكم الاختيار واش شويه ولا بزاف. المهم راه ما كتضيعش واخا ديروا بزاف. بالنسبه للشعريه انا عندي هنا غادي ندير بسطيله كبيره. صراحه انا بسطيله كبيره دائما كندير فيها 10 الحبات ديال الشعريه او 8.
دابا على حسب الكوموند اللي عندي، الناس جابوا الحوت ويعني شراو الحوت لراسهم وما بغاوش بسطيله فيها الشعريه زايده، بغاو البسطيله زعما يكون مغلب فيها الحوت. والصراحه جات من ارقى ما يكون في البساطل ديال الحوت كاع اللي يمكن صايبت، لان فيها تبارك الله الحوت بزايد. كيف ما كتشوفوا هذا هو الكالامار ديالنا من بعد ما تسلق. شوفوا كيفاش طايب زبده، وهذا راه غير الموس يعني ديال الدهين، ماشي شي موس اللي هو ماضي، ومع ذلك تبارك الله طايب. درت هذيك الشعريه لتحت ودرت الكسكاس الفوق، ومن بعد صفيت هذاك الكالامار. وفي نفس الوقت هذيك لمي هذا الكالامار خصني تنزل لي على هذوك الخمسه الحبات ديال الشعريه الروز. كناخذوا هذيك الشعريه ديال الروز ماشي الشعريه الباكيه الزرقاء. هنا كنجيب واحد المقله كنديرها حتى كتسخن مزيان. ضروري انها تسخن مزيان، علاش؟ باش الكروفيت اولا الفرخ اللي غادي نشحرو ما يطلقش الماء. عندنا الغرض انه ضروري ما خصوش يطلق الماء، لان الا درنا العافيه قليله غادي يطلق الماء، وغادي نتسناوه عاوتاني حتى يشرب داك الماء ديالو، وغادي يكون قصح ومشى له الجهد ديالو وداكشي. المهم ضروري تكون المقله على نار عاليه، وكنشحروه عفوا كنشحروه غير بحال هكا شي شويه صافي، وكنحيدوه. انا خليتهم هكا طراف كبار بحكم يعني انني منين نكون كنخلط مع الشعريه ولا شي حاجه الا تفرتت لي داك الحوت، يعني يلقى في راسو ما يتفرتت، يعني يلقى راسو طريفات كبار، يعني حتى لو تفرتت معليش، المهم يجي باين. هنا درت واحد الطريف ديال الزبده، واحد شويه ديال المليحه، واحد شويه ديال الابزار. بغيت نحرك بالمعلقه ولكن جاتني انها هكا كيتصوطى حسن، نصوطيه باش يتصوطى يعني بلا ما نحركو هكا كنصوطيه في المقله كيجي تبارك الله غزال حتى كيتصوطى مزيان داك الحوت ديالي داك الفرخ. وعاد ندير له واحد المعلقه ديال الشرموله في الاخير. علاش ما درتش معلقه الشرموله حتى هي تشحر؟ لان فيها الحامض مصير وفيها زويته بلديه وفيها داك الشرموله. انا بغيت نبقى محافظه على داك المذاق ديال داك الشرموله، ما بغيتش نحرقها بالعافيه. هذاك الشيء علاش درت له غير زبيده ومليحه ويبزر شويه زويته بلديه، ومن بعد ما تشحر عاد درت له الشرموله. وفي نفس المقلاة بطبيعه الحال ما نحتاجوش ان احنا نغسلوها، لان احنا ما خرجناش من السمك، سمك في سمك. غادي ندير عاوتاني طريفات ديال الزبده، وغادي نشحر الكروفيت، وضروري واحد القطره زيت بلديه مع داك الزبيده، لان كيعطي واحد المذاق اللي غزال وراقي بزاف. ضروري ان المقله كنأكد انها تكون سخونه مزيان باش الكروفيت ما يطلقناش الماء، ولا اي حوت غادي نشحروه غير بحال هكا باش نديروه في البسطيله، ما عندناش الغرض انه يطلق الماء. بنفس الطريقه حتى الكروفيت منين كيتشحر كندير له واحد المعلقه ديال الشرموله، وهذه هي المرنه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران. والكلامار خلاص مقطع، كلشي واجد، كلشي بري. دابا غادي نصفي هذيك الشعريه وغادي نضربها بالمقص، يعني غادي نقطعها. غادي نحاول انني نقطعها بهذه الطريقه هذه باش تقطع رقيقه مزيان، باش ملي نكونوا كنقطعوا البسطيله يعني تكون الشعريه مقطعه، ما يبقاوش هذوك الخيوط تابعيننا. وغادي نجيب واحد القصريه بحال هكا اللي غادي نجمع فيها المقادير كامله باش غادي نخلط الحوت مع الشعريه ومع الشرموله، وغادي نجمعوا البسطيله ديالنا ان شاء الله. ضروري كنخلي واحد شويه ديال الحوت، شويه من الحاجه
باش كنديرو في الوسط ديال البسطيله، او كنديرو من الفوق. بزاف الناس كيديروه هو الفوقاني وكيجمعوا البسطيله، ولكن بحكم انني انا البسطيله غادي نقلبها، غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نقلبها. يعني ما غنديرهاش في نفس الوجه اللي غادي نخدم به. وبحال هكا كيف ما قلت لكم المرنه كنفرتتها بيدي ضروري، ما كندير لها لا فرشيطه لا حتى شي حاجه، لان خصني نتاكد من شتو كيفاش كاينين شي شويكات كنتاكد من انه ما فيهاش الشوك نهائيا. كاينين شي طريفات فيهم الشوك، وكاينين شي طريفات فيهم حتى دوك الجليدات حتى هما حيدتهم، وكاين صراحه اللي ما فيهمش، يعني دايزين مزيانين ما بيهمش. استمريت بحال هكاك حتى كملت بطبيعه الحال المرنه ديالي كامله. ومن بعد جيت لهنايا، وغادي هذيك الشرموله اللي بقات لي غادي نزيدها على الحوت وعلى الشعريه وعلى كاع المكونات اللي عندي، وغادي نحط قدامي هذيك لاصوص ديال الصوجا الخفيفه والثقيله باش نتاكد من المذاق، من الملوحيه ومن اللون. كيف ما قلت لكم انا هذيك الثقيله درتها غير على حسب اللون، بحكم انني ما مستعملاش الهريسه. الا كانت الهريسه، كاين الناس اللي ما كياكلوش هريسه حاره ممكن يستعملوا الهريسه الحلوه، لكن صراحه انا هنا ما كانش عندي متوفره لا الحاره ولا الحلوه. هذاك الشيء علاش اعتمدت على الصوجا، هي اللي غادي نصحح بها اللون والمذاق باش نجمعوا البسطيله ديالنا. وهنا تبارك الله من بعد ما جمعت هذيك القصريه هنايا صححت اللون. كان باقي خاصني واحد شويه نفتح اللون، داكشي على زدت شويه من هاد الثقيله هادي. غادي تشوفوا اللون دابا كيفاش غادي يزيد يفتح تبارك الله. وزدت شويه ديال المعدنوس. شوفوا اللون معايا هنايا كيفاش تبدل وزاد تفتح تبارك الله، وزاد فتح الشهيه للماكله ديال هاد البسطيله. صراحه جات غزاله، كنتمنى فعلا انكم تجربوها وتردوا عليا. هنا صافي من بعد ما تاكدت ان الشرموله ديالي دقتها وعاودت وتاكدت منها انها صافي، يعني المكونات كامله، المذاق، الملحه، اللون، كلشي هو هذاك. هنا جبت بيض ديال البيضه وجبت الزبده، سخنتها حتى تصفات لي زويته بوحديتها على هذاك الماء اللي كيكون في الزبده، وصفيتها وزدت معها شويه ديال الزيت المائده، غير زيت عاديه. ودابا غادي نجمع البسطيله ديالي. كيف ما شفتوا الوراق انا فرشت الوراق كاملين على جناب الطبسيل، وزدت عندي واحد الورقه فرشت ورقه هي الاولى، جوج ورقات يا ربي فرشتهم من التحت، ومن بعد ضربت الجناب ديال الطبسيل كاملين، وعاوتاني غادي نزيد جوج ورقات في الوسط. وبطبيعه الحال مع الاستمراريه في الدهن بالبيض البيض والزويته مع الزبده صافي. وغادي ندير الفرشه الاولى بحال هكذا ديال الشعريه مع الحوت وداكشي، والفرشه الثانيه غادي نديرها بهذيك الحوت اللي خليت. هنا لقيت واحد الشوكه وحده والاخت هدى خافت، كان كيسحب لها ان كاع الحوت راه باقي فيه الشوك وراه ما وقفش، كتقول لي لا 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 كاينه وحده كاينه وحده هنا. صافي حيدنا هذيك الوحده، ودابا غادي نفرشوا السمك. بصراحه في هذه التفريشه ديال السمك هذه، من بعد ما فرشنا هذا السمك بحال هكا كخصني نرشو بالفرماج، وانا نسيت وغطيته بالشعريه لان بقى بالي مع الشوك. صافي خصني غير نجمع البسطيله وكان مشى الحال. صافي فرشت الشعريه بحال هكا في الفرشه الثانيه، وعاد فكرت الفرماج ورجعت هزيت الطريف بحال هكا وقاديت ودرت الفرماج مباشره من بعد داك الطبقه ديال السمك، وعاد جمعت البسطيله. كيف ما كتشوفوا انا هنا رجعت هزيت هذاك الفرشه الاخيره ودرت الفرماج ورجعت غطيت، ورجعت هزيت عاوتاني الجهه اللي جهتي حتى وصلت للسمك ودرت
فرشه مزيانه ديال الفرomاج الحمر او اي فرomاج كتبغيو، اي فرomاج كتفضلوا. ورجعت رديت البسطيله ديالي كيف ما كانت. هنا غادي نجمع لها جنيبات. ضروري الاستعانه بالبيض البيض والزبده، البيض البيض والزبده باش كنرطبوا. هاد البلاصه كانت عندي هنا من جهه البوطه، وكانت عندي البوطه مشعوله، يعني كان عندي اللحم كيطيب يعني نشفات واحد شويه، تشقفات، ولكن مع الاستمراريه في الدهن بالبيض البيض والزبده راه ما كيبقى فيها حتى شي حاجه، بحكم انها زعما الورقه غادي تجي لداخل، ماشي هذيك هي الفرشه الاخيره، لا مازال غادي نغطي. هاد اللقطه هادي ضروري فيها المساعده، ضروري وحده تكون حداك كتفتح لك الورقه باش الورقه ما تنشفش وانتي كتلمطي، اولا تفتحي الورقه كامله، تفتحيها تغطيها بشي بلاستيكه وتبداي كتجمعي في البسطيله، لان باش عاد انك تجلسي تفرقي ورقه من ورقه وياخذ لك الوقت هذاك الشيء، والاخرى اللي فرشتيها كتنشف، كتنشف شويه الورقه وكتعذب شويه في الخدمه. يعني من الاحسن انه يكون كاين شي مساعده بحال هكا. كيف ما شفتوا انا درت الورقه مزيان في الوسط، وعطيت الورقه للجناب باش غادي ندير واحد الديكور في الجناب، وكنثقبها مزيان بحال هكذا. وعاد غادي نجيب اللاطه وغادي نقلبها. طريقه القليب ماشي ضروريه، ولكني انا التبصيل اللي خدمت فيه كان غارق بزاف وما غاديش يصلح لي كيفاش ندير نخرج منه البسطيله، وهذاك القياس هو اللي خديت به العبار ديال البسطيله اللي انا باغيه على حساب التبصيل اللي غادي نحطو فيه. فكانت شويه ديال الخدمه عقلانيه شي شويه. المهم وهو انها النتيجه كانت زوينه، وان البسطيله كانت لذيذه، وان العشاء كان زوين، وان كلشي مشى فرحان وكلشي دعا معنا. هذا هو المهم وهذا هو المضمون. الطريقه ديال القليب اللي درت انا ماشي ضروري انكم ديروها، ممكن انكم تلمطوا البسطيله في نفس اللاطه اللي غادي تطيبوا فيها، ولكن كيف ما قلت لكم انا خديت هذاك التبصيل صوبت فيه البسطيله في المره الاولى وقلبته في هذا على حساب هذاك التبصيل غارق تبارك الله، ما غاديش نعرف نهز منه البسطيله. داكشي علاش رديتها في هذا باش نعرف كيفاش نسحت البسطيله منه لطبق التقديم. انا درت هذا الديكور هذا في الجنيبات كيف ما كتشوفوا، كنهز الورقه وكنجمعها بحال غادي ندير شي وريضه، ومن بعد كنولي نطلقها. هي صراحه يعني ديكوراسيون بسيط، والمهم غير قبلوا عليا شي حاجه اللي بسيطه، ماشي شي حاجه هاي كلاس، وانما انا كيف ما كنقول دائما اهم حاجه وهي الحاجه ديال الدار، واهم حاجه هو النقاء والنظافه، واهم حاجه هو يعني المذاق. حتى الديكور صراحه كيلعب دور كبير، ولكن انا زعما اختاريت انني ندير هذا الديكور البسيط باش كلشي يحاول انه يديرو ينجح معاه. كنجيبوا واحد جوج ورقات كنديروا بيناتهم الزيت والزبده كيف ما شفتوا، وكنطويهم على هذا الشكل هذا، وغادي ندير بهم بحال الشكل ديال بابيو. غادي نفتح لها الجناب بحال هكا. هنا ما كنتش حاطه التبصيل هو هذاك باش يبان لكم البابيو، كنت حاطه التبصيل بالعرض على حساب باش يجيني قريب في الخدمه، ولكن راه باين كيف ما كتشوفوا معايا. لتحت درت هذاك الديكور في الجنيبات، والفوق درت بابيو، وغادي نشدو بالكيغدون على ما يشد راسو بحال هكا. وهنا مني غادي طيب انا غادي نزينها بالكروفيت والحامض.
هنايا كنغطيها. علاش كنغطيها؟ لان انا ما عنديش الغرض بها انها تحمر لي من الوجه بحال اللي غتحمر من تحت. غادي نشعل عليها غير من التحت وغنخليها تحمر مزيان، وعاد غنشعل عليها من الفوق. علاش درت هذاك الالومنيوم وداك البابي كويسون؟ باش داك البابيو ما يتحرقليش، وداك الديكور اللي درت في الجناب ملي كنكونوا دايرين بسطيله ملمطه عاديه حتى غادي تخرج عاد غادي نديكوريوها، ديك الساعات ماشي ضروري ان حنا نغطيوها. ولكن حيتاش انا زايده الورقه، يعني عندي الورقه زايده من الفوق، فهذيك الورقه اللي زايده غادي تحرق لي. هذاك الشيء علاش ضروري ان حنا نغطيوها. والدسين كيف ما قلت لكم راه كان بسيط بحال هكا. درنا شويه ديال السوريمي، ودرنا الحامض، ودرنا الكروفيت، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. فعلا 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 جات رائعه، وفعلا كنتمنى انكم تجربوها، وفعلا كنتمنى انكم تردوا عليا في التعليق، وفعلا كنتمنى ان الحلقه تعجبكم. وشكرا بزاف هدى، ومع السلامه، وشكرا.